في 17 من مارس في اليوم ال18 للحرب، إيران تواصل ضرب تل أبيب والقواعد العسكرية في الخليج رغم إعلان نتنياهو عن استهداف قيادات إيرانية جديدة في مقدمتهم علي لارجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الرجل الذي رفض الاختباء ووجه رسالة للأمة الإسلامية قبيل ساعات من إعلان إسرائيل اغتياله. إيران تعلن عن دخول صاروخ الحج قاسم للخدمة بعد ساعات من حديث ترامب عن قصة اغتيال قاسم سليماني كررها من جديد. تصريحات متضاربة لترامب بعد إعلان البنتاجون عن إصابة 200 جندي أمريكي. اعتراف الصحف الأمريكية بصدق الرواية الإيرانية بخصوص أزمة حاملة الطائرات الأمريكية فورد، وأن 600 بحار أصبحوا بلا مأوى بعد أن احترقت أماكن إقامتهم في حاملة الطائرات. استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية. وترامب ما كانش بيفهم في الأمن ولا ليه فيه، وأحسن إنه استقال. ترامب يهاجم أوروبا وكوريا الجنوبية واليابان والناتو بشراسة بسبب رفضهم للمشاركة في الحرب. وتصريحات أوروبية تؤكد الرفض المطلق، لن نشارك في مغامرات ترامب. وترامب مستهينا بالخليج الذي دفع له التريليونات. ما كنتش أعرف إن إيران هتضرب الخليج، وبعدين الإمارات هي المركز المالي لإيران، وقطر هي صاحبة إيران. إيران تؤكد أن هدفها إخراج القواعد الأمريكية من المنطقة رغم أن إسرائيل وأمريكا يدكونها دكة. أهلا بكم في مع معتز.